السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين قناة الصيد مع شمال في كل مكان، أصدقائي وحبايبي المحترمين في كل مكان. هنطلع النهاردة يا جماعة عشان أقول لكم وأنصحكم نصيحة لوجه الله. المثل بيقول لك اسأل مجرب وما تسألش طبيب، وأنا بفضل الله جربت. طلعت امبارح، كنت في كفر الشيخ، ودي تاني رحلة أطلعها لكفر الشيخ، بس للأسف ربنا ما يعني مفيش نصيب. امبارح كنت هناك، رحنا أنا ومجموعة من حبايبي على أمل إن احنا نروح نتمتع ونمتع نفسنا ونعمل فيديوهات ونطمنكم، نقول لكم كفر الشيخ شغالة والبورصة شغالة والمناطق اللي هناك كلها شغالة، لأن بشر ولا تنفر. ربنا يجعلنا من مبشرين يا رب. رحنا طبينا هناك قبل المغرب بحوالي 12 ساعة، قلنا نجرب مية. بدرنا الأدوار تمام التمام، نزلنا بالغلة وبالطعم، عود بالغلة وعود بالطعم ولا الهوا. المفاجأة واحنا قاعدين بنصطاد على ميه معينه هناك يعني، وانا هقول لكم الميه اللي احنا نزلناها اوصفها لكم على قد ما عرفت. انا اول مره او تاني مره اروح كفر الشيخ وميات البورصه اللي هناك يعني، على قد ما عرفت يعني، لو ما اعرفش هناك اسامي، لكن بالشبه كده. قعدنا لقينا المفاجاه ان السمكه معومه هناك بالليل، معومه واسراب، يعني الترع فيها اطنان عايم. قلت اللي معايا ده مش مبشر، تعوم الماء على وش الماء ده مش مبشر يعني. فجايز ربنا يسهل، اما الصبح يطلع والشمس تخبط في الميه، جايز ربنا يسهل السمكه دي تنزل وتبدا الميه ايه تمتعنا. فنزلنا، مفيش اي حاجه خالص، مفيش شغل، مفيش اي حاجه. الفجر ادى، صلينا الفجر في جامع كده هناك ورا البورصه على طول. في كان الاستاذ وائل، صاحب قناه محترم، وائل عطيه، كان وصف ميه جنب السور بتاع البورصه على طول، وتخش تاخد البورصه على ايدك الشمال وتخش. لا احنا ما دخلناش الميه ديت، احنا دخلنا الميه او الدخله اللي في النص بعد البورصه. في ميه بعد البورصه اللي هي جنب السور بتاع البورصه، في ميه بعدها، في ميه ايه قبلها. احنا دخلنا اللي في النص اللي هي بيسموها ميه العرب او بدايه ميه العرب. دي اللي انا عرفته عن بالاسم الميات اللي هناك يعني. دخلنا على ميه العرب على طول بعد صلاه الفجر. طبعا احنا قعدنا ندكش كده على ميه كده لغايه ما الفجر يدن والدنيا تنور عشان ما نخشش بالليل. اصحاب المزارع هناك ناس محترمين، بدل ما حد يجي يحرجنا واحنا قاعدين بتعملوا ايه بتسووا ايه، فقلنا نخش الميات والنور ايه طالع. ده احتراما لاصحاب المكان واصحاب المزارع اللي هناك يعني، لان بصراحه ناس محترمه جدا يعني، بصراحه يعني. طبينا هناك بعد الفجر، صلينا الفجر طبعا، وطبينا بعد الفجر من النهار شقشق والدنيا نورت، والناس شافتنا واحنا شفنا الناس اللي راحوا واللي جاي بالموتوسيكلات واللي راح شغله ويقضي شغله وكده. احنا رايحين على وصف معين لميه معينه، كان جماعه اصحابي راحوا هناك حوالي بقالهم حوالي 12 يوم كده او 13 يوم، جابوا منها سمك. على ضوء كلامنا احنا رحنا وربنا قلنا ربنا يكرم كده ونمتع نفسنا يعني. فمش موضوع ان انا اجيب سمك والكلام ده، لا لا لا، موضوع ان انا رايح امتع هوايتي واصطاد. ده الصياد الصح يعني، بتروح تمتع نفسك، تمتع هوايتك وتشبع هوايتك. فالشمس طلعت، استنينا بقى لغاية الساعة 9 9 ونص 10، لقينا ولا الهوا. والله يا جماعة بحلف بالله احنا كنا قاعدين على مية كأنها مزرعة سمك متكبسة سمك، مزرعة، وهي مروة. طبعا 90%
من ميات الشجر. ده تنبيه لكل الصيادين، واوعوا تاخدوا كلام انني بزهقك من الصيد، لا والله، بس انا بقول لك الحقيقه، بقول لك الحقيقه ولله. عملت بكلامي اهلا وسهلا، ما عملتش انت حر برضه، اهلا وسهلا. 90% من الميات اللي هناك اللي هي ورا البورصه مفيش ميه في الترع نهائي، مفيش ميه، مفيش ميه. كل المزارع سحب الميه للمزارع فقط لا غير. حتى انا قابلت ناس من كفر الشيخ، قابلت ناس من المحله محترمين، قابلت ناس من طنطا، قابلت ناس من اسكندريه، ما شاء الله. يعني الدنيا كلها كانت هناك، بالرغم ان انا قلت ايه نص الاسبوع مش هتلاقي حد، بس ما شاء الله ما شاء الله يعني المكان ده مسمع. قعدنا لغايه الساعه حوالي 9، من حوالي لغايه حوالي 11 ونص 12 بالظبط. لقينا راجل فاضل، راجل محترم صاحب مزرعه، جالنا قال لنا يا جماعه بلاش القعده هنا، تعالوا ان كنتوا عايزين تقعدوا انا هقعدكم في ايه برضه مروه تبع المزرعه هقعدكم عليها، لكن الميه هنا لا، لان المزرعه قريبه من المصرف اللي انتوا شغالين عليه. لان قبل كده حصل ناس جت عملت حاجات مش مظبوطه وسرقوا واصطادوا من المزرعه. فانا بقول له يا حاج، المفروض انت حضرتك يبقى ليك نظره في الناس اللي قدامك، شوف يعني انظر للناس اللي قدامك، شوفهم طبيعتهم ايه او ظروفهم ايه، مش اي حد، مش كل الناس زي بعضها. قال يا استاذ كل يعني الموضوع ده خد كله في بعضه، احنا ما قعدناش بنأمن لاي حد. فالراجل مشكورا خدنا على مروه تبع المزرعه بتاعته، ما شاء الله ما شاء الله، بين المزارع كده حاجه يعني، بس بعيد عن المزارع. والله العظيم مروه حوالي عرضها 2 متر، طولها بالظبط لا يتخطى ال 200 300 متر. اقسمت بالله مزرعه سمك ديت، لو في الموسم كنا بهدلنا الدنيا عليها، كنا اتمتعنا يا جماعه. اقل حته انا شفتها قدامي من الاسراب اللي عايمه على وش الميه ايه اللي هي بخه، والله كده، والله كده، حته كيلو ايه، اقل حته شفتها ماشيه على وش الميه يجي لها نص كيلو ربع كيلو. فالراجل اللي هو ودانا على المزرعه بتاعته برضاه لما لقى الموضوع صعب وقال لنا يا جماعه انا مشفق عليكم، انتوا منين؟ قلت له من السنبلاوين المنصوره. قال لكن انتوا جايين المشوار ده كله عشان تصطادوا، مكلفين نفسكم عربيه واكل وشرب وتعب طول الليل وسفر طول الليل وطول النهار، ازاي يعني؟ قلت له والله هوايه وغيرنا كده كتير. قلت له يا حاج الهوايه ديت كانت زمان مختصره على ناس معينه، دلوقتي عاد كل الناس بتصطاد، جميع المهن، دكاتره مهندسين ضباط موظفين صنايعيه، كل المهن. ده المتعه للصياده. انا معلش انا بتكلم ارتجالي مش محضر كلمه، بس انا بقول اللي جوايا هنا جوه قلبي والله. فانا طالع بقول لكم نصيحه لوجه الله، حتى الراجل اللي هو صاحب المزرعه قالها لي وقالها اللي معايا. ليه يا جماعه؟ السمكه بخه عمرها ما هتاكل معاكم، على اي ترعه او اي مشروع او اي مروه هنا في المكان ده كله السمكه بخه فيه، مش هتاخدوا اي سمك ولا هتغمز معاكم. انا صدقته لان انا يعني بصطاد من زمان من عمر، انا صدقته. فجينا قعدنا الشويه اللي احنا قعدناهم تمام التمام، وشويه كده انا جاي بيتصل بيا، اخدت تليفونه وقال لي ما تيجي تحب تيجي هنا، انتوا ناس محترمين، تليفون اهوت قبلها بيوم عرفني عشان اكون ايه مستنيكم. كتر الف خيرك، نشكرك على ادبك وذوقك واخلاقك. يا جماعه الميات اللي هي في البورصه او كفر الشيخ ناسها طيبين جدا 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 والله. اهم حاجه اسلوبك انت مع اللي يجي يكلمك، اسلوبك. فالحمد لله. فدي نصيحه لوجه الله تعالى. لسه البورصه السمكه بخه فيها يا جماعه. اني كلامي ما اقصدش بقى ازعل حد من حبايبي او اصحابي او اصحاب قنوات، كلهم ناس محترمين وافاضل، لكن انا طالع انصح لوجه الله، بقول لك ما تطلعش البورصه اللي من دولا، والله 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 السمكه بخه فيها، بحلف بالله. المفاجاه
ما بنزلش المية دي كتير، لقيت كل المراوي ميتها واقفة، مش راحة ولا ماشية. فديت نصيحتي اللي انا طلعت وحبيت اقول لكم عليها، عشان اني اللي حصل لي ما يحصلش معاكم، والمصاريف والتعب والارهاق والرحلات انت عارفين بتتكلف اليومين دول، والدنيا صعبة مع الناس كلها. فنصيحة لوجه الله، اللي عايز يطلع يوم الخميس او الجمعة او الاسبوع الجاي او الاسبوع اللي بعده، والله يا جماعة الموت هناك هتروحوا. اللي هيروح بكره واللي هيروح الخميس هيعرف ان كلامي صادق، ما بكذبش فيه. جميع الميات او معظم الميات اللي هناك اللي هي الناس بتصطاد فيها خاصة النمل. مياه اسمها مش عارف اسمها اسرائيل ولا مش عارف اسمها ايه، متفرعة من مية العرب. المتاهة كل ميات كلها، ما فيش مية، المزارع كلها سحباها. فنصيحة لوجه الله ما تطلعش، وفر عليك مجهودك وفلوسك وتعبك، وفر عليك نفسك. اطلع كمان 20 يوم تكون السمكة خلاص البخ بتاعها وقاعد وهتاكل. فنصيحة لوجه الله، أنا طلع حبيت أقولها لكم يعني. وشكرا، وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى إن شاء الله. محدثكم السيد شومان، قناة السيد مع شومان. شكرا وإلى اللقاء.